أعزائي طلاب الصف الخامس الابتدائي، أهلا بيكم. تعالوا نستكمل درسنا مظاهر سطح مصر ونخش على الجزء الأخير وهي عوامل تشكيل سطح مصر. طبعا يا ولاد احنا بعد ما اتعرفنا على أشكال الجبال والهضاب والكثبان الرملية والسهول الفيضية، تعالوا بقى نعرف ايه الحاجات اللي أدت إلى تشكيل سطح الأرض من كل المظاهر دي. عوامل تشكيل سطح الأرض يا ولاد بتنقسم لنوعين: عوامل باطنية وعوامل أخرى خارجية أو سطحية. باطنية يعني بتحدث في باطن الأرض، لأن الأرض بتتكون من طبقات زي ما انتوا شايفين كده بالصورة التقريبية دي، وكل الطبقات دي لحد ما نوصل لمركز الأرض بتبقى درجة الحرارة فيه عالية جدا. وطبعا الصخور مش كلها بنفس القوة ولا بنفس الصلابة، وبيكون في نوع من الضغوط الداخلية سواء الجانبية أو السفلية اللي بتأثر في حركة الصخور بتاعة القشرة الأرضية، وبالتالي بيحصل لي الشكل الخارجي اللي بنشوفه في النهاية. يعني مثلا من العوامل الباطنية مثلا حركة الالتواءات، وهي اللي بتكون ساعات شكل زي اللي قدامك ده، اللي هو بيبقى عبارة عن سلاسل جبلية جنب بعضها. ممكن أجزاء يحصل فيها التواءات، أجزاء تانية يحصل فيها انكسارات، أو يحصل مثلا انفجارات بركانية. هنا مثلا حصل انكسار في أجزاء ارتفعت من الصخور وأجزاء تانية انخفضت. مثلا الجزء اللي انخفض ده طبعا لما بينخفض بيبقى سهل يدخل عليه مية المحيط، وده حصل عندنا بالفعل لما هبط الجزء اللي بين أفريقيا وبين شبه الجزيرة العربية، وانخفض الجزء اللي بينهم، ودخلت مياه المحيط وملت البحر الأحمر وتكون عندنا البحر الأحمر. بينما الأجزاء اللي ارتفعت على جانبيه تحولت إلى جبال سميت بجبال البحر الأحمر. يبقى هنا الجبال ممكن تتكون نتيجة التواءات، وممكن تتكون نتيجة انكسارات مثلا زي البحر وجبال البحر الأحمر. طيب في عوامل تانية بنسميها عوامل خارجية أو سطحية، ودي بتحصل على سطح الأرض من فوق. واللي بيتحرك وبيغير شكل سطح الأرض من فوق هو إما حاجة من اتنين بالنسبة لنا، سواء التعرية المائية أو التعرية الهوائية. يعني إيه تعرية مائية أو هوائية؟ يعني حركة المياه أو حركة الرياح على سطح الأرض بتشكل لي السطح من الخارج. يعني مثلا الرياح في الصحراء بتشيل وتراكم في الرمال، فبتكون لي حاجة اسمها الكثبان الرملية. بينما مثلا المياه بتغير شكل السطح في الأماكن اللي بتكون بجانب الأنهار، لأن النهر طول ما هو بيمشي زي ما اتفقنا بينحدر، بيفتت في الصخور وبينقلها معاه، وبيكون مثلا سهول فيضية، أو زي الأشكال اللي اتكونت عندنا زي عن طريق المياه الجوفية اللي كونت لي الأودية الجافة. لأن قديما لما كانت بتسقط الأمطار في بعض الأماكن تكونت أودية نهرية، ولكن مع انتشار الجفاف منذ زمن طويل الأماكن دي ما بقاش ينزل فيها أمطار، فبقت عبارة عن أودية جافة، وهي الأودية زي ما احنا اتفقنا التي كانت تجري بها المياه قديما ثم جفت. من اللي احنا اتكلمنا فيه يا ولاد مع بعض فهمنا كده إن مظاهر سطح مصر هي متنوعة ما بين جبال لهضاب لسهول لأودية لواحات، وبالتالي ده كله ليه فوائد عظيمة عندنا، وهي تنوع الثروات الطبيعية، تنوع الموارد اللي موجودة عندنا على سطح وفي باطن الأرض، واللي بتساعد سواء كانت أرض خصبة بتساعد على الزراعة، أو جبال وغيرها فيها معادن كتيرة أو أحجار ممكن نستخدمها في النشاط الصناعي. وبالتالي كل ده بيخدم المجتمع بشكل عام كخدمات بقى من نقل مواصلات لغيره، أو خدمات تجارية في تبادل المنتجات. يبقى تنوع مظاهر السطح نتيجته إيه؟ نتيجته تنوع الثروات الطبيعية، وبالتالي تعدد الأنشطة الاقتصادية. يعني بكده احنا انتهينا من درسنا وهو مظاهر سطح مصر. أتمنى ليكم يا ولاد الاستفادة الكاملة، أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.